مساء الفل عليكم. النهاردة هننضف مع بعض الشفاط بدون مواد كيماوية ولا منظفات ولا خلطات ولا اي حاجة، بمكون واحد بس موجود في البيت هيشيل الدهون دي كلها وكم الوسخ ده في ثواني بدون مية وبدون اي حاجة خالص، يعني من غير حتى مية، ما هتحط في الشفاط مية ولا اي حاجة وهينضف معاكي بكل سهولة. شوف الشفاط كان عليه قد ايه، كم من الدهون وكم من الوسخ، كمية يعني مهولة. ودلوقتي بقى نضف معانا بالشكل ده. انا حبيت اوريهولكوا في الاول وهو متوسخ واوريهولكوا بعد ما نضف عشان تشوفوا الفرق. وبعدين بقى هقولك احنا نضفناه بايه وازاي نضف معانا كده ومن غير مية ومن غير اي حاجة خالص. اول حاجة شوف الشفاط انا هفكه عشان يبقى سهل ان انا هنضفه. افككه كده كله، شوفوا كم الدهون اللي عليه قد ايه، يعني متراكمه. شوفوا انا هشيل بالسكينه عامله طبقه، شوفوا عامله طبقه. ده اكتر حاجه بتجمع عندنا الدهون هو الشفاط. وطبعا الكل بيتعب في تنظيفه، لكن بعد الفكره دي ما تشوفيها هيبقى سهل جدا ان انت تنضفيه بكل سهوله. انا فكيته كله، شوفوا كم الدهون اللي فيه وشلت الريش اللي من ورا دي وكل حاجه. طبعا انا قبل ما افك الشفاط انا فرشت قماشه قديمه عندي على الرخامه في المطبخ علشان ما بهدلش الدنيا. يعني الحاجه اللي احنا هنستعملها دي هو الزيت الآلية. بعد ما بتقلبيه وتكون هترميه، ما ترموهوش، تحوشيهم في طبق زي كده وهننضف بيهم الشفاط زي ما انت شايفه. الزيت ده بينضف الشفاط بكل سهوله. يعني شوفي، انت كنت الزيت ده بعد ما بتقلب ترميه، لا ما ترموش، هتجمعيه في طبق بالشكل ده وبعدين بقى تنضفي بيه الشفاط. بتجيبي سلكة المواعين وتحطي وتدهنيها دهنه بالزيت من الطبق بالشكل ده وتدعكي بيها، بينضف معاكي على طول بالشكل ده. شوفي انا بوريكي قد ايه الطبقه جامده جدا اهو، بالسلكه وبتحط حته من الزيت وتدعكي. طبعا زي ما اتفقنا، زي عشان ما تبهدليش الدنيا في المطبخ، بتفرشي اي قماشه قديمه زي ما انا فرشه كده وتعملي عليها، بحيث ان انت بعد ما تخلصي تروحي لما القماشه ورميها على طول. وطبعا بتدعكي بالسلكه بالشكل ده كده، وبعد ما بتدعكي بتمسحي برضو بقماشه قديمه، او لو ما عندكيش قماش في مناديل مطبخ مفيش مشكله في اي حاجه. شوفوا بينضف معانا بكل سهوله ازاي ومن غير ميه ولا خلطه ولا اي حاجه خالص. هنضف كل الشفاط بالشكل ده. دي انا وريتكم حته، انا هوريكم الريش. شوف الريش طبقه جامده جدا، يعني انا خفتها شويه بان انا حكيتها شويه بالسكينه، وبعد كده بقى بتكملي عليها بالسلكه. لو الطبقه بقى رقيقه، يعني الطبقه خفيفه من الدهون مش كتيره زي كده، هتدعكيها على طول بالسلكه هتطلع معاكي بكل سهوله زي ما انا وريتك كده. بينضف معاكي بكل سهوله. طبعا السلكه بتتوسخ منك وبتتملي من الدهون، لان هي بتشيل الدهون، بترميها وتبدلي السلكه اول ما بتتوسخ معاكي جامد. شوفوا الريشه بتاعه الشفاط بقت، شوفوا شكلها عامل ازاي، الفرق واضح جدا ازاي. هوريكم الريشه دي عليها دهون، يعني بصوا دهون كتيره جدا. بخفها الاول بالسكينه بالشكل ده وبعدين ادعكها بالسلكه، احط شويه من الزيت عليها وادعكها بالشكل ده. وبعدين بتمسحيها بقماشه قديمه زي ما اتفقنا، مناديل مطبخ، اي حاجه موجوده عندك. بتخلصي كل الشفاط بالطريقه دي وتمسحيه كويس جدا، هيبقى نضيف معاكي زي الفل. لو انت بقى حابه ان انت تشطفيه بشويه ميه ببريل تاني مفيش مشكله، مش حابه ما تشطفيه فهو اصلا بيبقى نضف معانا بالشكل ده. بتمسحيه كويس جدا وبيبقى نضف معاكي تمام. حابه زي ما اتفقنا ان انت تشطفيه بشويه ميه وبريل مفيش مشكله، لكن هو نضيف اصلا ونضف معانا بالشكل ده. يعني الشفاط مش هياخد معاك وقت في التنظيف، وهتلمعيه وتنضفيه بالشكل ده في ثواني. انا هخلص كله بالشكل ده زي ما وريتكم وهوريهولكم قد ايه هو نضف. شوفوا انا خلصتهم كلهم اهو. طبعا لميت القماشه القديمه بالحاجات اللي فيها ورميتها، وبقى معانا الشفاط بالشكل ده. هجمعه على بعضه بقى، هجمعه واوريكم شكله النهائي بقى شكله ازاي نضف معانا وبقى شكله خطير جدا.
اتمنى بقى الفكرة بتاعتي تكون عجبتكم، وما تنسوش بقى تقولوا لي اللي بيشاهدني من انهي بلد، وعجبته الفكرة معايا ولا ما عجبتوش. واتمنى كلكم جربوها ان شاء الله، فعلا فكرة جميلة جدا، وهتنضف معاكي ومن غير ما تكلفك اي حاجة.